نفر هيرو، الموميا بتاعت الملكة حتشبسوت ليها قصة غريبة جدا ومثيرة جدا. اتلقت فين واتلقت امتى واتلقت ازاي وقعدنا ندور عليها قد ايه. هحكي لكم القصة من اولها. في نهاية القرن ال19 تم العثور على خبيئة الدير البحري. دي عبارة عن مقبرة أحد النبلاء اتلقى فيها مجموعة كبيرة من المومياوات. بالإضافة للمومياوات اتلقى صندوق أواني كانوبية عليه خرطوش الملكة حتشبسوت، بس ما لقيناش الموميا، الأواني الكانوبية بس. أحد هذه الأواني اللي كان بيحوي الكبد كان مع الكبد موجود ضرس غالبا للملكة حتشبسوت أكيد، لأن دي الأواني الكانوبية بتاعتها. واستمر البحث عن الموميا ما تلاقتش. في سنة 2003 العالم البريطاني هوارد كارتر اكتشف مقبرة سات رع اللي هي مرضعة الملكة حتشبسوت في وادي الملوك. وجوه المقبرة دي لقى المومياء بتاعت المرضعة، ده شيء طبيعي، داخل التابوت بتاعها طبيعي برضه. لكن اللي مش طبيعي ان جنب التابوت لقى على الارض مومياء لسيدة اخرى مجهولة، ما عليهاش اسم ولا خرطوش ولا حاجة ابدا، وبدون تابوت، غير محددة الهوية. تم نقل المومياء دي للمتحف المصري، واستمر البحث عن مومياء حتشبسوت لسنوات دون جدوى. سنة 2007 بدأنا نعمل فحص طبي للمومياء المجهولة، وتبين إن في فكها ضرس ناقص. عملوا مطابقة للضرس اللي موجود في الأواني الكانوبية بتاع الملكة حتشبسوت اللي عليه خرطوش، وتبين إنه مطابق تماما لفك المومياء المجهولة، وبذلك تأكدنا إن المومياء دي هي للملكة حتشبسوت. استمر الفحص الطبي وأثبت إن حتشبسوت كانت بتعاني من السمنة ومن مرض السكري ومن السرطان، وإن هي ماتت في سن 50 من عمرها. يعني قعدنا سنين طويلة بندور على مومياء الملكة وهي موجودة في المتحف، بس محدش كان عارف ومحدش فكر إن هو يطابق الفك بتاع هذه المومياء مع الضرس اللي كان موجود في الأواني الكانوبية.